يكملش، لويس كاسترو المفروض ما يكملش، وناس تطلع لي تقول لي لا لازم ياخد فرصه. ادي الفرصه. المدرب الكبير بيبان في المواقف اللي زي دي. ده انت في نهائي وكسبان 1-0 في نهايه الشوط الاول، مش قادر تحافظ على النتيجه ومش قادر تنزل بشخصيه، مش قادر تغير من التكتيك بتاعك. مش معقول. النصر محتاج فريق كامل، محتاج فريق كامل من اول الدفاع ونص الملعب والهجوم. والاهم من ده كله المدير الفني اللي قاعد على الخط ده اقسم بالله انه ما موجود اصلا. هو مش موجود في المباراه. النصر دخل اوضه اللبس بين الشوطين ما طلعش يا جماعه، ما طلعش من اوضه اللبس. ما تقوليش اللي كان بيلعب ده النصر، ما تقوليش المدرب اللي كان واقف على الخط ده مدرب النصر. مش معقول. فريق الهلال رجع الشوط تاني بشخصيته المعتاده، بشخصيه البطل اللي عنده فعلا روح قتاليه باينه من اول المدرب لحد اللعيبه. وللاسف المدرب ما اتكلمش مع لاعيبتنا بين الشوطين وهيئهم نفسيا حتى للتعادل. انت متخيل؟ ده اول ما الهلال تعادل معاك انت انهارت، ما قدرتش تقف على رجلك.